وحققناها اليوم ما كان ليتحقق دون كل هذه المجهودات. شكرا للرئيس، كذلك سأقدم له الكأس. هو الأول الذي آمن بنا السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل ملكنا، من أجل رئيس الاتحاد، ومن أجل الشعب المغربي كذلك. أتمنى أن يكونوا سعداء. نتابع وإياكم النجم الكرواتي دافور شوكر الذي جاء بالكأس التي فاز بها المنتخب. تصوروا المغرب نعم تجاوز كل العقبات وتجاوز كل المدارس في أوروبا، في أمريكا، في قارة آسيا. نعم، واليوم جميعا سعداء بهذا الإنجاز التاريخي. لتأتي هذه اللحظة لمكافأة هذا الجيل ولمكافأة هذا المنتخب الذي استحق اللقب العالمي عن جدارة واستحقاق. نعم، جاني إنفانتين أن نعم الكان لم ينصفنا باللقب، ولكن هنا العالمية حضرت. العالم فعلا باربي هو الحارس، ولكن لا تفوتنا الفرصة للإشادة بالبطل. غاب اليوم عن اللقاء يانيس بن الشاوش، ترجيح أمام فرنسا، وبرافو لحارسنا الشاب، برافو لحارسنا الشاب اليوم براين غوميس، رغم أن المباراة الرسمية الثانية له في هذه البطولة. إذا ديلغادو أمامنا على الصورة، هو الآخر نال نصيبه من الجوائز في هذه البطولة. مشاهدينا الكرام، طبعا البرونزية ديلغادو في هذه اللحظات. نعم، لا يمكن أن نمر مرور الكرام على الهداف. هنا يتسلم الجائزة من يدي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج الذي أصر على الحضور هو الآخر لمؤازرة أسود الأطلس هنا في مونديال الشيلي. مشاهدي الكرام، الفضية نعم هنا تأتي معما. نعم، بطل هذا المونديال، أفضل لاعب في هذا المونديال يا سادة يا كرام. هنا يتلقى الجائزة من يد رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي. نعم، تستحقها يا عثمان يا معما. كنا نتكلم عن الأساطير الذين انطلقوا من بطولة العالم للشباب، أبرزهم دياغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي وأسماء كبيرة. ها هو عثمان معما يكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل أبطال العالم وفي سجل أفضل اللاعبين في الكأس العالمية للشباب. نعم، صورة لذكرى وكم هي جميلة. القميص الوطني، نعم قميص المنتخب المغربي، صورة لذكرى. كفاءات اليوم فعلا أصبحنا نعتز بمدربين لأنه جابوا العز. طبعا نتكلم عن وهبي، نتكلم عن طارق السكتيوي، نتكلم عن الحسين عموتة، نتكلم عن السيد وليد الركراكي. هكذا هم المدربون المغاربة، هكذا هي السواعد المغربية، هكذا هي الكفاءات المغربية، هكذا هو المغربي. نعم، هنا التحديات، هنا التحديات، رفع التحدي، ولا مستحيل بالنسبة لي المغربي، لا مستحيل بالنسبة لي المغربي بالكفاءة والإصرار والإرادة والعزيمة، قادر على صنع المعجزات. واليوم لن أقول فقط إنجاز، بل هو إعجاز تاريخي كبير، بل هو استثناء. كل مكان ما شاء الله، في كل مكان. هنا تسليم الميداليات للاعبي المنتخب الأرجنتيني في هذه اللحظات. التكنيك عموتة، شكرا لكم جميعا، والله شكرا لكم جميعا. جمال السلامي على فكرة الذي سيكون مدربا للأردن في المونديال، لأنه كذلك حاضر باسم المغرب لا ننسى كمدرب وطني. ففعلا نفخر بهذه الكفاءات، وهذه الكفاءات التي دبرت هذه المرحلة. نعم، بكل المسؤولين القائمين على الشأن الكروي. وهبي برافو، 10 على 10. وهبي مثال للرجل الذي يجتهد، يصابر، لا يأبى بالانتقادات، بالمؤاخذات. فعلا صبر كثيرا، اجتهد كثيرا، ولكل مجتهد نصيب يا محمد يا وهبي. فعلا تستحق هذه الجائزة وتستحق أن تكافأ بهذا اللقب العالمي. روح المجموعة كون وهبي، روح المجموعة، هذا أهم شيء. المنتخب كعائلة، وهذه الفلسفة ترسخت لدى حتى اللاعبين في الفئات السنية. تذكروا جيدا مصطلح العائلة، لأنه سر النجاح، العائلة سر النجاح.
وهذه شفناه مع وليد الركراكي في منتخب كأس العالم في قطر. روح العائلة تجسدت وتبلورت بعد ذلك وترسخت لدى كل أعضاء وفئات السنية في المنتخبات الوطنية. لذلك شفنا هذا الجيل موحدين متآخين. لا ننسى هذه السيدة على الصورة، سفيرة المملكة المغربية في الشيلي التي ضحت بالغالي والنفيس، قدمت مساعدة كبيرة لهذه البعثة، قدمت دعم كبير لهذه البعثة، كانت تؤازر، استقبلت الجماهير المغربية في بيتها. فشكرا لسفيرة المملكة المغربية في الشيلي، لأن كذلك واحدة من الأسماء التي نفخر بها، وساهمت وساعدت كثيرا البعثة حتى تكون الأمور على نحو جيد في أرض الشيلي. مشاهدينا الكرام، لا زال الأبطال يتسلمون الميدالية، نعم الذهبية، والذهب للذهب، والذهب راح للمغرب. مشاهدينا الكرام، الذهب راح لمن يستحقه، والكرة أخيرا أنصفت هذا الجيل، الكرة أخيرا أنصفت النخبة المغربية. بالأمس القريب نعم الكان لم ينصف أسود الأطلس، ولكن اليوم دخلتم للعالمية، نعم من الباب الواسع، دخلتم العالمية من الباب الواسع. هنا نعم يشهدون بكفاءة المغرب وبسمعة المغرب على الصعيد الكروي، أجيال وراء أجيال. ولكن جاءت اللحظة لنسعد ولنفرح ولنعتز بلقب عالمي، نعم وسط المدارس الكبيرة، وسط المنتخبات الكبيرة. كم هي صورة جميلة، الكاس والقائد والشخصيات البارزة، نعم. وسفيرة المملكة المغربية في الشيلي هي الأخرى، سعيدة وفخورة بما ترى بين هنا في أرضية الميدان. وتحية كبيرة للجماهير. هاي اللحظة التاريخية، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. الكاس ستذهب إلى المغرب، الكاس ستذهب هنا إلى السواعد المغربية. فوزي لقجع يتقدم مع جياني إنفانتينو، هنا يرفع حسام الصادق، عانقها يا الصادق، عانق المجد يا الصادق. قبل الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة، باسم كل عربي من المحيط إلى الخليج، نقول لكم شكرا. قبلها باسم كل أمازيغي، شكرا إنفون كبارة، شكرا ترميرت. هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. هنا في لحظة تاريخية، الكاس العالمية، أسود الأطلس هم أبطال العالم لسنة 2025. هنا الملحمة، هنا الجيل الذي صنع التاريخ، هنا الجيل الذي أسعد شعب، هنا الجيل الذي أفرح الملايين. هنا كانوا بالقلب والوجدان والجوارح يتفاعلون، لأن الراية المغربية خفاقة هنا في سماء المونديال، كما هي النجوم التي تلألأت، النجوم التي سطعت، والنجوم التي تألقت. وهنا في لحظة إبداع وفي صورة ولا في الخيال، لأن هذه الحقيقة وليس الخيال، هذه الحقيقة وليس الخيال. هنا منظر لا يصدق، منظر لا يصدق، ولكن صدقوا، افرحوا، غنوا، ارقصوا. هذه فرصتكم. نعم الشعب المغربي فخور بكم، الشعب العربي فخور بكم، نعم الشعب الأمازيغي فخور بكم. تنمير شكرا في لحظة للتاريخ وفي صورة للذكرى. هكذا الصادق على الكاس، علاها 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 في لحظة الفرحة والتتويج باللقب العالمي. يا لا من صورة يا سادة يا كرام، صورة للتاريخ. هنا جاءوا من أجل الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هذا طموح المغاربة، ولا شيء يغلب ولا شيء مستحيل. نعم نرفع الراس، كل مغربي فخور هنا بما حققه.